حكايتنا بتبتدي وبنشوف بنت اسمها جودي بتتكلم مع شاب اسمه كوكو، وبتقول له فين العنصر اللي لقيناه ليله امبارح. فبيرد كوكو وبيقول لها انت نسيتي انك طلبتي مني ان انا اخبيه. فبترد جودي وبتقول له ايوه افتكرت. وبعدها بيظهر شاب اسمه ماجو وبيقول لهم ايه الاخبار، اخترتوا مهمه ولا لسه؟ فبيرد كوكو وبيقول له لسه للاسف. فبيرد ماجو وبيقول لهم على فكره في فريق اختار مهمه وحش الكارثه. فبيتخض كوكو وبيجري على ماجو وبيقول له انت اكيد بتهزر. فبيرد ماجو وبيقول لهم المهمه دي صعبه جدا لدرجه ان الفريق بيضم افضل نخبه في نقابه لايتنج، والمهمه دي عباره عن لعبه، ولو نقاط حياتك وصلت للصفر اللعبه بتنتهي، وساعتها مش هتعرف ترجع لحياتك تاني لان الموت بيكون دائم. فبترد جودي وبتقول له انا عايز اعرف مين الفريق المتهور اللي هيعمل كده. وبيرد ماجو وبيقول لهم قائد الفريق هو مقاتل بيسحق الاعداء، وده طبعا بسبب مهارته الفريده والقويه، واسمه هاروتو. ونائب القائد بتاعهم بطل مقدس واسمه تاكونوري، وكمان موجود في فريقهم ساحره واسمها ملكه العناصر، واتسمت كده بسبب اجتهادها في عناصر كبيره جدا. ومعاهم واحده كمان بتتمتع بقوه نادره على رؤيه المستقبل. فبيتضايق كوكو وبيقول له كفايه كلام على الفريق، انا لو سمعت اكتر من كده ممكن افشل. فبيرد على كوكو وبيقول له على الاقل انت المفروض تعرف اسمائهم. فبيرد كوكو وبيقول له اتفضل قول. فبيرد وبيقول له الفريق اسمه سوبارو. وبعدها بنروح نشوف الساحره اساهي بتتكلم مع باقي الفريق وبتقول لهم انتوا سمعتوا عن المستوى الجديد المدعو باسرار الظلام؟ فبيرد تاكونوري وبيقول لها انا سمعت عنهم. فبترد اساهي وبتقول له انا عرفت ان قائدهم مجنون ومفيش اي حد عارف يهزمهم. فبيرد كلايف على اساهي وبيقول لها يعني مفيش حد هيعرف يتغلب عليهم؟ فبترد اساهي وبتقول له لا احنا ممكن نتغلب عليهم. وبتتكلم الساحره ساتسوكي وبتقول لهم على ما اظن ان هم اقوياء جدا عشان مفيش اي حزب عارف يهزمهم. فبيرد هاروتو وبيقول لهم احنا لازم نهزمهم. فبتفرح اساهي وبتقول له وانا هكون معاك. وبيرد تاكونوري وبيقول لهم خلاص طالما اساهي مصره يبقى انا لازم اكون معاهم. وبترد نوزومي وبتقول لهم وانا كمان هاجي معاكم. وبعدها بنشوف اساهي بتتكلم مع نوزومي وبتقول لها انت كويسه؟ فبترد نوزومي وبتقول لها ما تقلقيش انا كويسه. وبيتكلم كلايف وبيقول لهم ايه اللي حصل. فبترد اساهي وبتقول له ليله امبارح رحنا للمسبح وهناك نيزومي جالها تشنجات. وبعدها بنروح نشوف ساتسوكي وهي واقفه قدام هاروتو وبتقول له خد الخاتم ده. فبيستغرب هاروتو وبيقول لها بمناسبه ايه؟ فبترد ساتسوكي وبتقول له اعتبره هديه عشان انقذتني. وبتتكلم اساهي وبتقول اتمنى ان احنا ما نبعدش عن بعض. فبيرد هاروتو وبيقول لها اكيد مش هنبعد. فبيتكلم كلايف وبيقول لهم انا الوحيد اللي مش هعرف اقابلكم في الحياه الحقيقيه. فبيرد تاكونوري وبيقول لهم يلا بينا عشان نستعد للمهمه. وفعلا بنشوفهم وهم بيستعدوا. وبعدها بنشوف ساتسوكي واقفه مع كلايف ونوزومي وبتقول لهم انا ما كنتش متخيله اني هلاقي ناس كتير بالشكل ده. فبيرد كلايف وبيقول لهم اكيد لازم نلاقي ناس كتير لان احنا مش الناس الوحيده اللي بتلعب في المهمه. فبترد ساتسوكي وبتقول له هي فين اساهي وهاروتو؟ فبيرد كلايف وبيقول لها اكيد بيتفرجوا على الاكشاك. فبترد ساتسوكي وبتقول له انا هروح ادور عليهم. ولما بتروح بتلاقي هاروتو بيتكلم مع اساهي وبيقول لها ايه الموضوع اللي عايزه تتكلمي فيه. فبترد اساهي وبتقول له انا عايزاك توعدني. فبتتضايق ساتسوكي وساعتها بتمشي. وبعدها بنشوفهم هما بيحاربوا التنانين وبيتكلم تاكونوري وبيقول لهم الفضل يرجع لاساهي لانها بتعرف تقرا المستقبل ودايما بتحذرنا من الخطر. فبترد اساهي وبتقول له انا ما كنتش عايزه استخدم قوتي بس لازم استخدمها عشان نحافظ على سلامتنا. وبعدها بيدخلوا للمرحلة الأولى ومرة واحدة بيظهر وحش الظلام وأوتوريو. فبيتكلم هاروتو وبيقول لهم محدش يخاف احنا هنقدر نهزمه. وبيجري هاروتو على نيزومي وبيقول لها حضري الطائر لأني هاجم عليه. وبتقرأ أساهي المستقبل وساعتها بتنادي على نوزومي وبتقول لها خلي بالك من السيوف. وبنشوف الوحش وهو بيضرب هاروتو وساعتها بتجري أساهي عشان تنقذه لكن للأسف النار بتيجي فيها وبتموت. وبعدها بنروح للحياة الحقيقية وبنكتشف ان الفريق لسه في المرحله الابتدائيه. وبعدها بنروح نشوفهم هم في جنازه اساهي. وبعد ما الجنازه بتخلص بنشوف تاكونوري بيجري على هاروتو وبيوقعه على الارض وبيقول له انت السبب في موتها. وبعد مرور 6 سنين بنشوف هاروتو بيتكلم في التليفون مع صديقه وبيقول له انا مستحيل اسمع كلامك واشترك في اللعبه للمره التانيه. فبيرد صديقه وبيقول له احنا لازم نشكل فريق مش اقل من 3 اشخاص. فبيرد هاروتو وبيقول له اشمعنى بتكلمني انا؟ فبيرد وبيقول له لانك الشخص الوحيد اللي كان عندك حساب في المرحله الابتدائيه. فبيرد هاروتو وبيقول له انا دلوقتي مش بلعبها ومش هقدر اساعدك.
وبعدها بيخرج من الأوضة فبيلاقي أخته قاعدة بره، وساعتها بيسألها عن والدته فبترد وبتقول له راحت السوق وما تخافش هقوم أنا أحضر لك الفطار. وبيقعد هاروتو قدام التلفزيون وبيسمع المذيع بيتكلم عن اللعبة ويقول إن اللاعبين اللي بيلعبوا بشكل كويس بيكسبوا شغل ووظائف تنفيذية في روميا، وحياتهم في العالم الحقيقي بتنجح لأن هما بيكسبوا فرصة للدراسة في الخارج، لكن مش أي شخص يقدر يشترك في اللعبة، والأشخاص اللي بيقدروا لازم يكون عندهم ميزة اسمها الحاسة. وبعدها بيدخل هاروتو لأوضته، وأول لما بيمسك تليفونه بيلاقي صديقه باعت له رسالة وبيقول له أرجوك ساعدنا، أنت الشخص الوحيد اللي هيقدر يدخلنا اللعبة. فبيوافق هاروتو وبيدخل اللعبة للمرة التانية، وأول لما بيدخل بيلاقي صديقه والمشتركة التالتة وبياخدهم للمرحلة الأولى، وساعتها بيظهر وحش ضخم فبيخاف جو ناني وبيجري ساعتها هاروتو وبينقذهم. فبتتفاجئ ناني وبتقول له أنت إزاي ما كنتش خايف؟ فبيرد هاروتو وبيقول لها أنا مهاجم وما ينفعش أخاف. وبعدها بيدخلوا الأوضة مغلقة وجواها بيلاقوا صندوق كبير، فبتتكلم ناني مع هاروتو وبتقول له أنت لازم تفتح الصندوق ده. فبيرد هاروتو وبيقول لها اشمعنى؟ فبترد ناني وبتقول له لأنك المهاجم وما بتخافش. وفعلا بيقرب هاروتو من الصندوق، وأول لما بيفتحه بيلاقي أساهي قاعدة لوحدها ويا عيني كان هيموت من الخضة. وبنروح نشوف أساهي بتتكلم مع هاروتو وبتقول له أنت هنا بتعمل إيه؟ فبيرد هاروتو وبيقول لها لا أنت مستحيل تكوني موجودة هنا. فبتستغرب أساهي وبتقول له أنت ليه بتتصرف بغرابة؟ وبعدها بنشوف جو وناني بيتكلموا مع هاروتو وبيقولوا له احنا هنروح للنقابة. فبتتكلم أساهي وبتقول له هم مين دول؟ فبيرد هاروتو وبيقول لها أنت أكيد شبح مش كده؟ فبترد أساهي وبتقول له مالك يا ابني أنت اتجننت ولا إيه؟ فبيرد هاروتو وبيقول لها أنت ما ينفعش تكوني هنا لأنك، وقبل ما يكمل كلامه بيلاقي الناس بتبص على أساهي وكلهم بيقولوا مستحيل دي تكون هنا. فبيخاف هاروتو وبياخدها وبيجروا، وبنشوف أساهي بتتكلم وبتقول له أنا عايز أفهم أنت بتعمل كده ليه؟ فبيرد هاروتو وبيقول لها أنا عايز أسألك سؤال. فبترد وبتقول له اتفضل. فبيتكلم هاروتو وبيقول لها أنت دخلت اللعبة إزاي؟ فبترد وبتقول له أنا دخلت من غرفتي كالعادة. فبيرد وبيقول لها أمال أنت كنت فين خلال ال6 سنين اللي فاتوا؟ فبترد أساهي وبتقول له مالك أنا كنت معاكم ليلة امبارح في المسبح لما نزومي كانت هتغرق، وساعتها قلنا إن إحنا مش لازم نقول لوالدتها عشان ما تقلقش عليها. فبيرد هاروتو وبيقول لها أنت تقدري تقولي لي إحنا في سنة كام؟ فبترد أساهي وبتقول له إحنا في سنة 2030. فبيرد هاروتو وبيقول لها لا إحنا في 2040. فبترد أساهي وبتقول له أنت أكيد بتهزر. فبيرد وبيقول لها لو مش مصدقاني ادخلي وتأكدي بنفسك. وفعلا بتدخل أساهي وبتلاقي إنها في سنة 2040. فبتتفاجئ وبتقول له أنا لو سجلت خروج ودخلت تاني ممكن السيستم يتعدل مش كده؟ وأما بتحاول تخرج للأسف ما بتعرفش وبتلاقي حسابها مش متسجل. فبتتكلم مع هاروتو وبتقول له أنت لازم تشوف لي حل، وبتسأله عن باقي أصدقائها. فبيرد هاروتو وبيقول لها للأسف ما اعرفش عنهم أي حاجة. فبترد أساهي وبتقول له أنت تقصد إيه؟ فبيتكلم هاروتو وبيقول لها الأمور دلوقتي مش زي زمان وده لأنك اتوفيتي من 6 سنين. فبتضحك أساهي وبتقول له يا جدع كفاية هزار أنا موجودة أهو. ومرة واحدة بيظهر القائد والجنود وبيقول لهم يعني الإشاعات عن وفاتك كانت كذبة. فبيرد هاروتو وبيقول له أنت مين؟ فبتقرب أساهي وبتقول له أنت نسيته إزاي ده عدوك. وبيزعق القائد وبيقول لهم أنا فيتش وعايزك يا أساهي تنضم لفريقنا وده بس لأنك بتعرفي تقرأي المستقبل. فبترد أساهي وبتقول له أنا مستحيل أنضم لفريقك ولازم تعرف إن أنا في فريق سوبار. فبيرد فيتش وبيقول لها فريق سوبار ما بقاش موجود. فبترد أساهي وبتقول له لا أكيد الفريق لسه موجود وأنا مش مصدقاك. فبيرد فيتش وبيقول لها مش لازم تصدقيني وبيهجم على هاروتو. فبيقوم هاروتو بعد ما بيقع على الأرض وبيقدر يحمي نفسه وده لأن أساهي بتستخدم قوتها وبتقول له على المستقبل. فبيرد هاروتو وبيقول لها أنت أكيد حقيقية لأنك قدرتي تستخدمي قوتك. وبيتكلم فيتش وبيقول لها أنا هسيب هاروتو يعيش بشرط واحد وهو إنك تنضم لفريقنا. فبترد أساهي وبتقول له مستحيل أعمل كده. وساعتها بيظهر تاكونوري وبيتكلم مع فيتش وبيقول له أنت إزاي تتجرأ وتهاجم شخص من فريقنا؟ فبيتضايق فيتش وبيهاجم على تاكونوري لكن للأسف ما بيقدرش يعمل له حاجة وتاكونوري بيقدر يحمي نفسه وبيقلع هدومه. فبيتخض فيتش وبيقول له أنا هرجع لك تاني. وبعدها بنشوف أساهي بتتكلم مع تاكونوري وبتقول له يعني أنت مصدقني؟ فبيرد تاكونوري وبيقول لها أنا أكيد مصدقك. فبتفرح وبتقول له إحنا التلاتة هنبذل مجهود عشان نحافظ على سلامتنا. فبيرد تاكونوري وبيقول لها إحنا مش هنحتاج لهاروتو. فبتستغرب أساهي وبتقول له ليه؟ فبيرد تاكونوري وبيقول لها هاروتو عارف السبب. فبتتضايق أساهي وبتلف لهاروتو وبتقول له أنت لازم تتكلم أنا مش فاهمة حاجة. وفعلا بيتكلم هاروتو مع تاكونوري وبيقول له أنت إزاي مصدق إن أساهي لسه عايشة؟ أنت نسيت إن إحنا كنا في جنازتها؟ فبيرد تاكونوري وبيقول له أنا لازم أصدقها لأنها واقفة قدامي. وبتتكلم أساهي مع تاكونوري وبتقول له أنا مش هاجم معاك غير لما هاروتو يجي معانا. فبيرد تاكونوري وبيقول لها هتكتشفي ضعف هاروتو مع الوقت ولو احتجتي أي حاجة تقدري تتصلي بيا. وبيسيبهم وبيختفي. وبتتكلم أساهي مع هاروتو وبتقول له أنا عايز أفهم هو بيعمل كده ليه؟ فبيرد وبيقول لها لأن كل شيء اختلف
من 6 سنين، وفعلا فريق سوبر ما بقاش موجود. فبترد اساهي وبتقول له يبقى احنا لازم نبذل جهدنا ونرجع الفريق. وبعدها بنرجع للحياه الحقيقيه وبنشوف هاروتو قاعد في اوضته وبيقول مستحيل اساهي تكون لسه عايشه. وبعدها اخته بتدخل وبتقول له في بنت جميله واقفه بره وعايزه تقابلك. واول ما هاروتو بيخرج بيكتشف ان البنت دي ساتسوكي، فبيتخض وبيقول لها انت اكيد مش ساتسوكي. فبترد وبتقول له انت ازاي نسيتني؟ ده انا صديقتك من الطفوله. فبتتكلم اخته وبتقول اتفضلي تعالي اقعدي معانا انت جميله جدا. فبيتضايق هاروتو من اخته وبيقول لها انت مزعجه جدا سيبينا لوحدنا. وبعدها بيدخلوا الاوضه وبتتكلم ساتسوكي وبتقول له انا شفتك وانت نازل اللعبه. فبيتفاجئ هاروتو بيقول لها انت دخلت اللعبه مره تانية. فبترد ساتسوكي وبتقول له انا دخلت عشان اتسلى. فبيرد هاروتو وبيقول لها انت شفتي مين كان معايا؟ فبترد ساتسوكي وبتقول له ايوه شفته ومش قادر اصدق. فبيرد هاروتو وبيقول لها وانا كمان برضه مش قادر اصدق، ولما خلاص دماغي وجعتني قلت لها استنيني هنا. فبترد وبتقول له سبتها لوحدها؟ فبيرد وبيقول لها انا سبتها لاني متاكد ان تاكونوري هيساعدها. فبتتضايق ساتسوكي وبتقول له لا المفروض انت اللي تساعدها وبتسيبه وبتجري. وبعدها بنرجع للعبه وبنشوف اساهي وهي بتجري على ساتسوكي وبتقول لها انا فرحانه اني شفتك. فبترد ساتسوكي وبتقول لها انت ما اتغيرتيش من اخر مره شفتك فيها. فبترد اساهي وبتقول لها هاروتو قال لي كده. فبتتكلم ساتسوكي وبتقول لها انت عارفه انك ميته صح؟ فبتضحك اساهي وبتقول لها انت اكيد بتهزري مش كده؟ فبترد ساتسوكي وبتقول لها لا ما بهزرش، احنا رحنا جنازتك بعد ما فشلت في انقاذ هاروتو. فبتزعل اساهي وبتقول لها لا انا لسه عايشه والدليل اني معاكم دلوقتي. فبتتضايق ساتسوكي وبتقول لها لا انت ما عرفتيش تسجلي الخروج لانك ميته في الحياه الحقيقيه. ومره واحده بيظهر مجموعه من الاعداء وبيهجموا على اساهي وهاروتو. فبتتضايق ساتسوكي وبتقدر تخلص عليهم كلهم. وبعدها بنروح نشوف قائده الاعداء بتتكلم وبتقول لهم جهزوا مجموعه كبيره منكم عشان تقدروا تخلصوا على اساهي. فبيظهر تاكونوري وبيتكلم مع القائده وبيقول لها لو حد لمس اساهي مش هيحصل له كويس. فبتخاف القائده وبتقول له اوعدك ان محدش هيلمسها. وبعدها بنروح نشوف هاروتو بيتكلم مع نفسه وبيقول انا لازم اشوف حل للموضوع ده. وساعتها بتظهر بنته وبتقول له انا ممكن احل لك الموضوع. فبيتخض هاروتو وبيقول لها انت جايه تخلصي من اساهي مش كده؟ فبترد البنت وبتقول له انا مش من الاعداء واسمي ليشيا وجاي اقول لك انك لازم تخلي بالك من اساهي لان النقابه عايزه تموتها. فبيرد هاروتو وبيقول لها انت قصدك ايه؟ فبترد وبتقول له قصدي انك تواجه ماضيه وبتسيبه وبتمشي. وبعدها بنشوف ساتسوكي بتتكلم مع اساهي وبتقول لها هاروتو اتغير جدا بعد الحادثه، موتك غيره لدرجه كبيره جدا ولازم تبعدي عنه عشان ما يتاذيش. فبترد اساهي وبتقول لها بس انا لسه عايشه. بترد ساتسوكي وبتقول لها انت مش هتقدري تقراي المستقبل من دلوقتي وده لان دماغك مش هتطلع اشارات كهربائيه. فبترد اساهي وبتقول لها انت كدابه انا استخدمت قوتي امبارح. فبتتضايق ساتسوكي وبتقول لها لا اكيد ده ما حصلش. وبيفضلوا يتعاركوا مع بعض وبيظهر هاروتو وبيقول لهم كفايه خناق انا مش عايز اتكلم مع حد تاني وبيسيبهم وبيرجع للحياه الحقيقيه. وبعدها بنشوف ساتسوكي وهي بتخبط على بيت هاروتو وبتقول له انا اسفه عشان جيت لك من غير ميعاد. فبيرد هاروتو وبيقول لها مفيش مشكله قولي لي انت جايه ليه؟ فبترد وبتقول له انا جايه عشان اعتذر لك عن اللي حصل ليله امبارح وصدقني انا عملت كده عشان مش عايز اخسرك. فبيرد هاروتو وبيقول لها تفتكري ان اساهي حقيقيه؟ فبترد ساتسوكي وبتقول له انا مش متاكده لكن هرجع مره تانية عشان اتاكد بس قبل ما ارجع عايز افكرك بحاجه. فبيرد هاروتو وبيقول لها تقصدي ايه؟ فبتطلع ساتسوكي الخاتم وبتقول له اقصد انك لازم تساعد اساهي لانك وعدتها. فبيرد وبيقول لها انا مش فاكر اصلا الخاتم ده بتاع ايه. فبترد ساتسوكي وبتقول له احنا اشترينا الخاتم ده ولبسناه وقلنا ان مفيش حد فينا هيقلعه غير لما نتفرق. فبيتفاجئ هاروتو وبيجري على قبر اساهي وبيفضل يحفر لحد ما بيلاقي الخاتم وبيتكلم مع ساتسوكي وبيقول لها انا لازم اروح اساعد اساهي اكيد مش هتعرف تتصرف لوحدها. فبتفرح ساتسوكي وبتقول له انا كمان هرجع اساعدها. وبعدها بنرجع للعبه وبنشوف هاروتو وهو بيجري من شجره ضخمه وساعتها بتظهر اساهي وبتخلص من الشجره وبتقول له انا زهقت دي الشجره التانيه ولسه ما لقيناش القطعه. فبيرد هاروتو وبيقول لها اكيد مش هتلاقيها بسهوله. ومره واحده بتظهر شجره تانيه وبتهجم على اساهي وبتمسكها. فبيتصرف هاروتو وبيقطع ايد الشجره والحمد لله برضه اساهي بتقدر تخلص منها والمره دي بتلاقي القطعه بس للاسف بتقع في البحر. وبيجري هاروتو بيقول لها انت بخير؟ فبترد وبتقول له انا كويسه. ولما بيلف هاروتو عشان يشوفها بيلاقيها وبيقول لها ايه مالك عملت كده ليه؟ فبترد وبتقول له هدومي كلها مبلوله. ومره واحده بيسمعوا صوت ناس وساعتها بيجري هاروتو وبيخبيها عشان الناس ما تشوفهاش. وبعد ما الناس بتمشي بتتكلم اساهي وبتقول له انا عايزه اشوف والدي ووالدتي وكل الناس اللي في الحياه الحقيقيه وللاسف انا عارفه اني مش هقدر اخرج لاني حاولت اكتر من مره اسجل الخروج. فبيقرب هاروتو وبيحضنها وبيقول لها انا مش عايزك تتضايقي لاني هساعدك. وبنرجع نشوف ساتسوكي وهي قاعده بتفتكر ذكرياتها مع هاروتو وبنروح نشوف اساهي وهي بتاخد الخاتم من الحداد وبيتكلم هاروتو وبيقول لها هو انت كنت بتجمعي القطعه دي عشان
بتعملي الخاتم ده؟ فبترد اساهي وبتقول له ايوه انا كنت بصنعه عشان البسهولك. فبيبعد هاروتو ايده وبيقول لها انا مش محتاجه، وبيمسك ايدها وبيلبسهولها. وبعدها بنروح نشوف ساتسوكي وهي واقفه لوحدها، وبتظهر اساهي وبتقول لها احنا اسفين على التاخير. فبترد ساتسوكي وبتقول لهم كنتوا فين؟ فبيرد هاروتو وبيقول لها كنا عند الحداد. وبتتكلم اساهي وبتقول لها انا كنت بصنع خاتم عشان البسه وهاروتو لبسهولي بنفسه. فبتتضايق ساتسوكي وبتقول له انت ازاي تلبسهولها بنفسك؟ فبيستغرب هاروتو وبيقول لها فين المشكله؟ فبترد ساتسوكي وبتقول له خلاص مفيش مشكله، وبتسيبهم وبتمشي. وبعدها بنشوفها وهي واقفه مع هاروتو واساهي وبتقول لهم انا كمان صنعت خاتم. فبيرد هاروتو وبيقول لها انت ازاي قدرتي تصنعيه بالسرعه دي؟ فبترد وبتقول له انا صنعته لاني شعرت بالغيره. وبتساله وبتقول له احنا هنعمل ايه النهارده؟ فبيرد هاروتو وبيقول لهم تعالوا معايا. وبعدها بنشوفهم في مكان الحادثه، وبتتكلم ساتسوكي وبتقول ما كنتش متخيله ان احنا نرجع للمكان ده مره تانية. فبيرد هاروتو وبيقول لها انا قررت ان احنا نرجع لان ده المكان الوحيد اللي ممكن نلاقي فيه اي ادله للي حصل لاساهي. وبيتكلم مع اساهي وبيقول لها انا عايزك تفتكري اي حاجه من اللي حصلت. فبترد اساهي وبتقول انا مستحيل افتكر بالسرعه دي. فبترد ساتسوكي وبتقول لها ارجوكي حاولي. وبعدها بيمشوا في المكان وبتحس اساهي بشخص غريب. فبيبص هاروتو وبيتفاجئ لانه بيشوف ليشيا، ومره واحده بيظهر وحش ضخم. بتتخض ساتسوكي وبتقول لهم احنا لازم نهزمه، الوحش ده وهزمنا اللعبه هتنتهي وهنموت للابد. فبيرد هاروتو وبيقول لها انا مش هقدر اعمل حاجه، انت عارفه ان انا مش هقدر استخدم سحري. فبترد ساتسوكي وبتقول له ما تقلقش انا اللي هستخدم سحري. وفعلا بتستخدم سحرها لكن ما بتقدرش تعمل له حاجه، وده لان الوحش قوته كبيره جدا. وبتقع على الارض وبيهجم الوحش على هاروتو وبيوقعها على الارض. وساعتها بتجري اساهي وبتقف قدام الوحش لكن برضه ما بتقدرش تعمل له اي حاجه. ولما بيبص هاروتو على الارض بيلاقي الخاتم بتاعه واقع من ايام الحادثه، وبيفتكر وعده لاساهي وده لما قال لها انه هيحميها مهما حصل. وبيقوم يلبس الخاتم وبيقدر يقضي على الوحش. وبتساعده اساهي وبتقوله ان الوحش لسه فيه الروح. فبيجري هاروتو وبيخلص عليه. وساعتها بتجري اساهي وبتحضنه وبتقوله انت اقوى عضو في الفريق. وبتتكلم ساتسوكي مع اساهي وبتقول لها انا غيرت رايي وتاكدت انك لسه عايشه. بنشوف اساهي بتتكلم مع هاروتو وبتقوله احنا لازم نجمع جميع اعضاء فريق سوبار. فبترد ساتسوكي وبتقول لها احنا لازم نعمل كده لكن للاسف مش هنعرف نوصل لكلايف ونوزومي. فبيرد هاروتو وبيقول لها انا حاسس ان هم هيرجعوا تاني. فبترد اساهي وبتقول له ما تقلقش احنا اكيد هننجح وهنلاقيهم. ومره واحده بتقع قطعه من ملابس اساهي. فبتجري ساتسوكي وبتقول لها القطعه دي وقعت منك. فبتتفاجئ اساهي وبتقول لها اكيد القطعه دي ظهرت لما انتصرنا على الزعيم. ومره واحده بتقع على الارض. فبيتخض هاروتو وبيقول لها انت كويسه؟ فبترد اساهي وبتقول له انا كويسه. وفجاه بتتخيل ذكرياتها وبتقول لهم انا شفت ذكريات ال6 سنين اللي فاتوا. وبعدها بنشوف هاروتو وبيتكلم مع اساهي وبيقول لها انت متاكده ان الذكريات دي كانت من 6 سنين؟ فبترد اساهي وبتقول له للاسف انا مش متاكده وكمان مش قادره افتكر اكتر من كده. فبيرد هاروتو وبيقول لها خلاص ما تتعبيش نفسك وما تفكريش كتير. فبتفرح اساهي وبتقول له شكرا ليه. وبتتكلم ساتسوكي معاه وبتقول له انت لطيف جدا مع اساهي. فبيرد هاروتو وبيقول لها انت اللي شايفه كده انا بتصرف معاها بشكل طبيعي. وبعدها بيدخلوا الفندق وبنشوف الناس بتتكلم عليهم وبيقولوا اكيد فريق سوبار ما قدرش يهزم الزعيم. وبعد ما بيدخلوا الاوضه بتستخدم ساتسوكي سحرها وبتعرف ان الناس بيتكلموا عليهم. فبيتفاجئ هاروتو وبيقول ازاي الناس عرفت ان احنا دخلنا معركه مع الزعيم. فبترد اساهي وبتقول له اكيد في حد بينقل الاخبار ولازم نعرفه. فبيتكلم هاروتو وبيقول لهم احنا لازم نشوف طريقه لاساهي عشان تقدر تسجل الخروج. فبتقف اساهي وبتقول لهم احنا الاول لازم نرجع فريق سوبار، لو اتجمعنا من تاني هنقدر نحل اي مشكله. فبيردوا بيقول لها الاول لازم نعرف هم لسه بيلعبوا ولا لا. وبتتكلم ساتسوكي وبتقول لهم انا جعانه يلا نفطر. وفعلا بنشوفهم وهم رايحين للمخبز ومره واحده بيظهر شخصين وهم بيجروا. فبتستغرب ساتسوكي وبتقول لهم ايه اللي بيحصل. فبيرد الشاب وبيقول لها الصليب الجنوبي موجودين هنا. فبترد وبتقول له ازاي يجوا من مكان بعيد لهنا. فبيرد الشاب وبيقول لها ما حدش يعرف وبيسيبها وبيمشي. فبيتكلم هاروتو وبيقول لها احنا لازم نتجنب اي مشاكل ولازم دلوقتي نرجع للفندق. فبترد ساتسوكي وبتقول له انت عندك حق. وللاسف قبل ما يتحركوا بيظهر الزعيم وبيقول لهم انا ليتو الزعيم الصليب الجنوبي وعايزكم تسلموا اساهي من غير اي مقاومه، انتوا مجموعه صغيره ومش هتقدروا تعملوا حاجه. فبيرد هاروتو وبيقول له انت اللي غبي ومش هتقدر تعمل حاجه. ومره واحده بتظهر جمعيه بريل وبيتكلم قائد الجمعيه مع ليتوس وبيقول له اهلا بيك يا ليتوس انا ما شفتكش من زمان. فبيرد ليتوس على قائد الجمعيه وبيقول له انت اكيد جاي هنا عشان تسرق الفريسه مني. فبيرد القائد وبيقول له لا انا جاي عشان اتكلم معاهم وعندي حل كويس وهو انك تنسحب وبعد ما نخلص كلام ارجع تاني. فبيخاف ليتوس وبيقول له انا موافق وفعلا بياخد جنوده وبينسحب. وبعدها بنشوف القائد بيتكلم معاهم وبيقول انا انجيلوس قائد جمعيه بريل. فبترد
فبترد ساتسوكي وبتقول له انت عايز ايه؟ فبيقرب انجيلوس وبيقول لهم انا عندي اقتراح وهو انكم تكونوا تحت حمايتي. فبيرد هاروتو وبيقول له انا عايز افهم انت تقصد ايه؟ فبيرد وبيقول له انت وجودك اصلا مع اساهي على وجه الخصوص بيشوه العالم ولازم توافقوا على الاقتراح ده عشان نقدر نحافظ على اساهي. فبترد اساهي وبتقول له انا مستحيل اوافق لاني من فريق سوبار ومش مستعده اني اخد اوامر من اي حد. فبيرد انجيلوس وبيقول لها انا مش بجبرك على حاجه لكن صدقيني لو حصل اي خلل في العالم ساعتها هتخلص منك. وبيسيبهم وبيمشي. وبعدها بنروح نشوف ليشيا وهي بتراقبهم وبنشوف تاكونوري بيتكلم مع المساعده وبيقول لها انا عايزك تراقبي جمعيه بريل والصليب الجنوبي. فبترد المساعده وبتقول له تحت امرك. وبنرجع تاني للحياه الحقيقيه وبنشوف هاروتو وهو بيجري على ساتسوكي وبيقول لها انا اسف اتاخرت عليكي. فبترد وبتقول له مفيش مشكله. وبعدها بيروحوا لمحل الاجهزه وبيتكلم هاروتو وبيقول لها انا كان لازم اكلمك لاني لازم اشتري جهاز جديد الجهاز القديم خلاص باظ واللعبه مش مظبوطه. وبعدها بيروحوا للمطعم وبيتكلم هاروتو وبيقول لها انا ما عرفتش احصل على اي رساله من كلايف. وبترد ساتسوكي وبتقول له انا كمان ما عرفتش اوصل له. فبيتكلم هاروتو وبيقول لها انا مش متخيل ان احنا هنسيب اساهي في الليل لوحدها. فبترد ساتسوكي وبتقول له احنا لازم نعمل كده عشان نقدر نساعدها. وبتساله وبتقول له هو احنا ممكن نعرف الشرطه؟ فبيرد هاروتو وبيقول لها مستحيل لو قلنا للشرطه ان في شخص ميت في الحياه الحقيقيه ولسه عايش في اللعبه ممكن نروح في داهيه. فبترد وبتقول له على الاقل نعرف اهلها. فبيرد وبيقول لها ازاي يعني هنروح نقول لهم ان هي لسه عايشه في اللعبه؟ فبتتضايق ساتسوكي وبتقول له انا حاسه انك عايز اساهي ليك لوحدك وبتسيبه وبتمشي. وبعدها بنرجع للعبه وبنشوف اساهي بتتكلم مع هاروتو وبتقول له انا عايزه اروح للمكان اللي شفت فيه ذكرياتي. فبيرد هاروتو وبيقول لها طيب تقدري تحددي المكان في الواقع؟ فبترد اساهي وبتقول له للاسف مش هقدر. فبيرد وبيقول لها طيب انا عايزك تقولي لي على اول مكان تم تفعيل التنبؤ فيه. فبترد اساهي وبتقول له اول مكان كان في برج السماء. فبيرد هاروتو وبيقول لهم استعدوا عشان هنروح لهناك. وفعلا بيروحوا للبرج وهناك بيقدروا يتخلصوا من المرحله الاولى وخلاص بيتجهوا للمرحله الاخيره. واول لما بيوصلوا للمرحله الاخيره بيلاقوا انسان آلي ضخم جدا وبتستخدم ساتسوكي سحر النار لكن للاسف ما بتقدرش عليه. ومره واحده بتتسحب ساتسوكي من رجلها فبتجري اساهي عشان تنقذها وبتقول لهاروتو اتصرف انت مع الانسان الآلي. وفعلا بيقدر هاروتو يتخلص منه. وبعدها بيوصلوا لاعلى البرج وبتتكلم اساهي مع هاروتو وبتقول انا هدخل للخزانه بتاعتي عشان اتاكد ان كل اغراضي كامله. ولما بتفتح الخزانه بتلاقي القطعه اللي كانت معاها بعد ما هزمت الزعيم فبتستغرب وبتقول هي ازاي موجوده هنا. ومره واحده القطعه بتختفي من ايديها وبيظهر تاكونوري وهو ماسك القطعه فبتتخض اساهي وبتقول له هات القطعه دي. فبيرد تاكونوري وبيقول لها القطعه دي خطيره وما ينفعش تمسكيها. ومره واحده بيرفع السلاح على هاروتو وبيقول له انت واحد فاشل ومش هتعرف تحمي اساهي ولازم تموت. وبيستخدم سحر العزل وبيعزل اساهي وساتسوكي والجنود وبيقول لهاروتو انا هخلص عليك. وفعلا بنشوفه هو بيهجم على هاروتو وبيقول له انا متاكد ان اساهي حقيقيه وكمان متاكد انها عمرها ما هتقدر تسجل الخروج وقررت اني اساعدها واساندها للابد. فبيتخض هاروتو وبيقول له انت مجنون لانك عايز تفضل في اللعبه للابد. فبيرد تاكونوري وبيقول له انا هفضل معاها على نفس الطريق. فبيتعصب هاروتو وبيقول له انت غبي انت لازم تساعدها على الخروج من اللعبه صدقني مش هتعرف تتصرف لوحدها. فبيتعصب تاكونوري وبيقول له انت اللي غبي مستحيل اساهي تخرج من اللعبه لانها ميته. والاتنين بيهجموا على بعض. وبعدها بترجع اساهي وساتسوكي والجنود وبتتكلم اساهي مع تاكونوري وبتقول له انا مش هسمح لك تاذي هاروتو. وبتتكلم ساتسوكي وبتقول له انا كمان مش هسمح لك تاذيه. فبيتضايق تاكونوري وبيقول لهم انا هنسحب. فبترد اساهي وبتقول له انا عندي ليك سؤال عايز اسالك على كلايف ونوزومي. فبيرد تاكونوري وبيقول لها للاسف ما اعرفش عنهم اي حاجه وبيسيبهم وبيختفي. وبتتكلم ساتسوكي وبتقول لهم انا هرجع للحياه الطبيعيه. وبعدها بنروح نشوف تاكونوري بيتكلم مع المساعده وبيقول لها انا ما قدرتش احل الموضوع وممكن اترفض. فبترد وبتقول له ما تقلقش ادام انت بتحاول محدش هيقدر يرفضك. فبيرد وبيقول لها انا اكتشفت ان هم عايزين فن التنبؤ ومش عايزين اساهي. ومره واحده بيدخل الجندي وبيقول لهم ان ليتو الزعيم الصليب الجنوبي وانجيلوس قائد الجمعيه موجودين هنا. فبيتفاجئ تاكونوري وبيقول انا لازم انضم ليهم. وبعدها بنروح نشوف ساتسوكي وهي بتفوق من الحلم وبنشوف اساهي بتتكلم مع هاروتو وبتقول له تفتكر ساتسوكي كويسه؟ فبيرد وبيقول لها انا كنت مستغربها جدا ليله امبارح. وبنشوفهم بيجيبوا تذاكر لقاره نواتش. واول ما بيوصلوا بتتكلم اساهي مع هاروتو وبتقول له انا عايز ادخل لمكان الربيع. فبيرد وبيقول لها احنا مش جايين عشان نستمتع لازم تفتكري ان احنا جايين ندور على نيزومي. وفعلا بيفضلوا يدوروا عليها لكن للاسف ما بيلاقوهاش. وبيتكلم هاروتو وبيقول لها احنا لازم نكلم ساتسوكي لازم نعرفها ان احنا هنروح ندور في قاره تانية. فبترد اساهي وبتقول له احنا عايزين نشوف حل لسلاحك. فبيرد هاروتو وبيقول
وبيقول لها انت عندك حق، لازم نشوف حل لانه هيتكسر. وبعدها بيروحوا عشان يقابلوا ساتسوكي، وبنشوف اساهي بتجري عليها وبتقول لها انا عايزه اسالك انت ليه كنت بتتصرفي بغرابه ليله امبارح وليه النهارده وصلتي متاخر؟ فبترد ساتسوكي وبتقول لها انا كويسه وصلت متاخر لاني كنت بحلم. وبعدها بيمشوا عشان يروحوا يدوروا على نزومي، وبتتكلم ساتسوكي وبتقول لهم احنا مش هنقدر ندور في الطقس ده، الجو ده خطير جدا وممكن نتاذي. فبترد اساهي وبتقول لهم محدش ملاحظ ان الضباب بيزداد؟ فبتتخض ساتسوكي وبتستعمل السيستم وبتقول لهم الضباب ده فخ من سحر ال30، ومره واحده بيتفرقوا عن بعض، وساعتها بيظهر انجيلوس لساتسوكي وبيقول لها ما تقلقيش محدش هيأذيكي، انت من الاشخاص اللي احنا عايزينها. وبيظهر ليتوس لهاروتو وبيقول له اهلا بيك في عالم الموت. فبيتخض هاروتو وبيقول له انت كنت مشترك مع جمعيه بريل؟ فبيتكلم ليتوس وبيقول له الجمعيه ساعدتنا على مسح الهالات الخاصه بينا وكمان ساعدونا على تغطيه القريه بالضباب. فبيتعصب هاروتو وبيقول له فين اساهي؟ فبيضحك ليتوس وبيقول له جمعيه بريل حصرت ساتسوكي، وجمعيه المتنورين بقياده صديقك تاكونوري حصرت اساهي. وبعدها بنروح نشوف انجيلوس بيتكلم مع ساتسوكي وبيقول لها الرساله دي من تاكونوري وعايزك تسمعيها. وفعلا بتفتح ساتسوكي الرساله وبتسمع تاكونوري وهو بيقول لها انت لازم ترجعي للحياه الطبيعيه وتبعدي عن اساهي لانك متاكده ان هي مش حقيقيه، واكيد كمان تعرفي ان هي ميته في الحياه الحقيقيه. وبعد ما التسجيل بيخلص بيكمل انجيلوس كلامه وبيقول لها انا عارف انك هتستسلمي وهترجعي لحياتك الطبيعيه. فبتتكلم ساتسوكي في سرها وبتقول انا مستحيل اتخلى عن اساهي ولازم انقذها. وفجاه بتهجم عليهم، وبعدها بنروح نشوف هاروتو وهو بيهجم على ليتوس، ومره واحده بتظهر ليشيا وساعتها بتضرب ليتوس بالسهم. فبيتخض ليتوس وبيقول لها السهم مش راضي يخرج من جسمي، وبيحاول انه يستخدم السحر لكن ما بيقدرش يعمل حاجه. وبتتكلم ليشيا وبتقول له السهم ده لما بيسيب شخص للاسف بيمنعه من استخدام السحر. فبيتضايق ليتوس وبيقول لها انت اكيد بتكذبي، انا ما سمعتش الموضوع ده قبل كده. فبترد وبتقول له تحب تشوف، وبترمي السهوم على جميع الجنود. وبتتكلم مع هاروتو وبتقول له يلا نمشي بسرعه اساهي في خطر. وبعدها بنروح نشوف اساهي بتتكلم مع تاكونوري وبتقول له انت ليه بتعمل كده؟ انا كنت عايز اجمع فريق سوبر من جديد. فبيرد تاكونوري وبيقول لها انا متاكد انك هتفهمي الموضوع، فات 6 سنين على اخر مره شفنا فيها بعض ومستحيل نتجمع من تاني. فبتعيط اساهي وبتقول له انا حزينه لاني مش قادره اسجل الخروج من اللعبه، وحزينه اكتر لاني مش هقدر العب مع الفريق مره تانيه. فبيرد تاكونوري وبيقول لها انا لازم اوضح لك الموضوع حتى لو هستخدم القوه. ومره واحده بيستخدم سحره وبيخلي اساهي تفقد الوعي، واول ما بتقع على الارض بيجري جنود تاكونوري وبيشيلوها. فبيزعق تاكونوري وبيقول لهم ما حدش يلمسها، لكن ساعتها الجنود ما بيسمعوش الكلام. وبيكتشف تاكونوري هنا ان انجيلوس عمل غسيل مخ للجنود، وساعتها بياخدوا اساهي وبيهربوا. وبنروح نشوف الناس وهي بتتفرج على انجيلوس وهو بيقول ان الصليب الجنوبي وجمعيه بريل اندمجوا وبقوا قوه واحده، وان هم خلاص بقوا بيمتلكوا قوه التنبؤ. وبيتكلم ليتوس وبيقول لهم من دلوقتي بقينا نقابه جديده، والنقابه دي اسمها العظماء. وبنروح نشوف ساتسوكي بتتكلم مع هاروتو وبتقول له يعني معنى كلامك ان هم خانوا تاكونوري؟ فبيرد وبيقول انا لازم احاربهم واتخلص منهم. فبتتضايق ساتسوكي وبتقول له انت ازاي فاكر انك ممكن تهزمهم من غير خطه؟ فبيتعصب هاروتو وبيقول لها انا مش مهتم باي حاجه، اهم شيء لازم ننقذ اساهي ومش هستسلم حتى لو هتكون نهايتي. وبيقرب منها وبيقول لها انا عايزك توعديني ان اللعبه لو انتهت بالنسبه لي انك هترجعي وهتنقذي اساهي. وبيسيبها وبيمشي. وبعدها بنشوف هاروتو وهو واقف قدام قلعه العظماء وبيقول انا متاكد اني مش هخرج منها سليم، لكن لازم انقذ اساهي. وبنرجع بالزمن وبنشوف فريق سوبارو وهو بيحارب الوحوش، وبنشوف ساتسوكي واقفه وهي خايفه. فبيجري هاروتو وبيحميها من الوحوش وبيقول لها انت كويسه؟ فبترد ساتسوكي وبتقول له انا كويسه لكن مش عارفه اتصرف. فبيرد هاروتو وبيقول لها ما تقلقيش. ومره واحده بتتكلم اساهي مع هاروتو وبتقول له احدف سيفك ناحيه اليسار. وبتتكلم مع تاكونوري وبتقول له يلا حلل مواد الوحش. وبتبص لكلايف وبتقول له ارمي 3 سكاكين. وبتتكلم مع نوزومي وبتقول لها استدعي 2 من الاوحال. وبتنادي على ساتسوكي وبتقول لها يلا اضربي عنصر النار. وفعلا كل الفريق بيسمع الكلام وبيقدروا يهزموا الوحوش. وبيتكلم تاكونوري مع اساهي وبيقول لها انت ازاي قدرتي تعملي كل ده؟ فبترد وبتقول لهم انا شفت شيء غريب وعرفت ان كل ده هيحصل. فبتتفاجئ نوزومي وبتقول لها انت تقصدي انك شفتي المستقبل؟ فبترد اساهي وبتقول لهم للاسف ما اعرفش. وبنشوف ساتسوكي وهي بتتكلم في سرها وبتقول ليه لما قوتي زادت محدش اهتم بيا زي اساهي؟ ليه ما قدروش قوتي؟ فبتقرب اساهي منها وبتقول لها لا احنا بنقدر قوتك ولازم تعرفي ان كلنا بنحبك. فبتتضايق ساتسوكي وبتقول لها انت ازاي قدرتي تقراي افكاري؟ فبترد اساهي وبتقول لها على فكره انا بغير منك، وده لانك بتقاتلي في الجزء الامامي جنب هاروتو، ودايما كنت بشعر بالحزن لما هاروتو بيقول عليك انك مذهله لما بتقتلي الوحوش، لكن اكتشفت فعلا انك مذهله وجميله جدا. فبتعيط
ساتسوكي وبتحضن اساهي وبتقول لها شكرا ليكي. وبنرجع للواقع وبنكتشف ان ساتسوكي كانت بتفتكر كل اللي حصل. وبعدها بنشوف تاكونوري بيتكلم مع ساتسوكي وبيقول لها انا كنت متاكد انك هتيجي. فبترد ساتسوكي وبتقول له انت بتعمل ايه هنا؟ فبيرد تاكونوري وبيقول لها انا كنت بفكر في حل. لازم تعرفي انت كمان ان قوه الصليب الجنوبي وجمعيه بريل اتضاعفت. فبتتضايق ساتسوكي وبتقول انا عايز اعرف ايه سر الهدوء اللي انت فيه. فبيتعصب تاكونوري وبيقول لها انا بفكر في خطه عشان ما ينفعش نخسر قدامهم. فبترد ساتسوكي وبتقول له على فكره هاروتو راح لهناك لوحده. فبيرد وبيقول لها كويس انه راح كده هيوفر لنا وقت لو مات. فبترد ساتسوكي وبتقول له انت مستحيل يكون عندك قلب، انا مش هسمع لكلامك وهروح عشان اساعد هاروتو. فبيرد وبيقول لها انت لسه مش مصدقه ان اساهي مش حقيقيه؟ فبترد وبتقول له انا عمري ما هصدق، اساهي كانت صديقتي المقربه. وبعدها بنروح نشوف هاروتو وهو بيحارب الجنود وبيتكلم الجندي مع هاروتو وبيقول له انت لازم تستسلم، لازم تعرف ان العظماء عايزين يستخدموا قوه اساهي لاحلال السلام. فبيتعصب هاروتو وبيقول له انا مستحيل اصدقك، لازم انقذها واحمي ابتسامتها الجميله. فبيتضايق الجندي وبيأمر سلاسل التنانين ان هم يهجموا على هاروتو. وقبل ما يخلصوا عليه بيظهر تاكونوري وساتسوكي وبينقذوه. فبيتفاجئ هاروتو وبيقول لهم انتوا جيتوا في الوقت المناسب. فبيرد تاكونوري وبيقول له انا جاي عشان انقذ اساهي ومش جاي عشانك. فبيرد هاروتو وبيقول له احنا مش هنتكلم في الموضوع ده دلوقتي، لازم الاول نخلص من الجنود. فبيرد وبيقول له انا عايز اعرف كام جندي موجود هنا. فبيرد وبيقول له موجود دلوقتي 1500 وفعلا بيقدروا يتخلصوا من الجنود. ولما بيدخلوا للقصر بيتكلم ليتوس وبيقول لهم محدش فيكم هيقدر ياخد اساهي. فبيتعصب تاكونوري وبيقول له هي فين؟ وساعتها بيظهر انجيلوس وهو شايل اساهي وبيقول له اساهي معايا ومحدش هيقدر يقرب لها. فبيتضايق تاكونوري وبيقول له ابعد ايدك عنها وبيهجم عليهم، لكن للاسف ما بيقدرش يعمل حاجه، وده لان انجيلوس بيستخدم عقل اساهي وبيقرا المستقبل. ومره واحده بيتكتف تاكونوري وبيتكلم انجيلوس وبيقول له انت مش هتعرف تفك نفسك ولازم تعرف ان الحبل ده مصنوع باستخدام ارقى مهاراتنا. فبيرد تاكونوري وبيقول له انت ازاي عرفت تسيطر على عقل اساهي عشان تستخدم قوه التنبؤ؟ فبيضحك انجيلوس وبيقول له انا عملت كده بكل سهوله. فبيتعصب هاروتو وبيقول له انت غبي ولازم تموت. فبيرد انجيلوس وبيقول له ايه انت لسه ما فهمتش ان فن التنبؤ ده ملكي؟ وبيظهر ليتوس وبيقول له انت لازم تنسحب عشان ما تتاذيش. فبيتعصب هاروتو وبيهجم عليه وبنشوف ساتسوكي وهي بتنادي على اساهي وبتقول لها ارجوكي فوقي عشان تنقذينا. فبيرد انجيلوس وبيقول لها ما تخافيش مستحيل تفوق، انا بسيطر على عقلها بشكل كلي. وبيستخدم السحر وبيوقعها على الارض. وبتفتكر ساتسوكي كل ذكرياتها مع اساهي وبتقول انا مستحيل اخسر ولازم انقذها. وبتقوم وبتستخدم سحرها في احضار ملوك العناصر، واول ما الملوك بتظهر بتتكلم معاهم وبتقول لهم فات 6 سنوات ايها الملوك. فبيرد الملوك وبيقولوا لها طلباتك. فبترد ساتسوكي وبتقول لهم امنحوني القوه. وفعلا بتقدر ساتسوكي انها تخلص على كل الجنود. فبيخاف ليتوس وبيجري على انجيلوس وبيقول له احنا هنتصرف ازاي؟ فبيرد انجيلوس وبيقول له احنا هنستخدم الحل الاخير. فبيتعصب ليتوس وبيقول له ليه ما استخدمتوش من بدري؟ فبيرد وبيقول له لان مش هينفع نستخدمه غير في الاوقات المهمه. ومره واحده بيطعن ليتوس في بطنه وبيقول له انا صنعت الاختراع ده لانك غبي ومش هتعرف تعمل حاجه وكان لازم احولك لشبح عملاق. وفعلا بيتحول ليتوس لشبح ضخم وبيهجم على هاروتو. وبتفوق اساهي وبتستخدم القطعه بتاعه الزعيم وبتمنح القوه لهاروتو وتاكونوري وساتاسوكي وبتخليهم يهجموا على الشبح الضخم وبيقدروا يتخلصوا منه. وبعدها بنشوف ساتاسوكي بتجري على اساهي وبتقول لها انا سعيده لانك لسه بخير. فبترد اساهي وبتقول لها شكرا ليكي لانك انقذتيني. فبيتضايق انجيلوس وبيقول لها انا مستحيل اسيب لك فن التنبؤ. فبيتعصب تاكونوري وبيزرب هو بالبوكس. وبتتكلم ساتاسوكي وبتقول لهم احنا لازم نخلص منه. وفعلا بتحرقه وبتقضي عليه. وبيتكلم تاكونوري مع اساهي وبيقول لها انت متاكده انك محتاجه القطعه؟ فبترد وبتقول له ايوه متاكده. وبتساله وبتقول له انت اكيد هتيجي معانا مش كده؟ فبيرد وبيقول لها للاسف مش هقدر اجي معاكي. وبيبص على هاروتو وبيقول له انا مش عايزك تموت غير لما انا اللي اموتك. وبيسيبهم وبيمشي. وبتتكلم ساتاسوكي مع اساهي وبتقول لها ما تزعليش من تاكونوري، تاكونوري طيب. فبترد اساهي وبتقول لها انا مش زعلانه وعايزه اشكرك للمره التانيه. فبيتضايق هاروتو وبيقول لها اشمعنى بتشكريها هي بس؟ فبتضحك اساهي وبتقول له انا بشكرها لاني بحبها. وبعدها بيفضلوا يضحكوا. ويا ترى برضه هيعملوا ايه عشان يساعدوا اساهي ويخرجوها من اللعبه؟ وهل فعلا هيقدروا يجمعوا الفريق من جديد؟ متحمس جدا وعايز اعرف ايه اللي هيحصل. ولو انت متحمس زيي وعايز تعرف ايه اللي هيحصل فعايزك تتاكد انك مشترك في القناه ومفعل زر الاشعارات، وده عشان اول ما اي فيديو جديد ينزل على القناه تكون اول واحد يشوفه باذن الله. وافضل حاجه هنقفل بيها الفيديو هي ذكر الله والصلاه على الحبيب محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. برعايه الله حبايبي، مع السلامه.